بيدك يلا نبدي صفحة جديدة كلها لأجل الكويت. ايدي بيدك يلا ننظر نظرة بعيدة كلها لأجل الكويت. ايدي بيدك يلا نبدي صفحة جديدة كلها لأجل الكويت. ايدي بيدك يلا ننظر نظرة بعيدة كلها لأجل الكويت. كويتي وافتخر أنا كويتي وافتخر عطاي مستمر أنا كويتي وافتخر كويتي وافتخر كويتي وافتخر طيب استمر. انا كويتي وافتخر. بيدك يلا نبدي صفحة جديدة كلها لأجل الكويت. ايدي بيدك يلا ننظر نظرة بعيدة كلها لأجل الكويت. كويتي وافتخر. رسالة جديدة ويوم جديد من واصل عطائك واستمر، الملتقى الخامس الجميل هذا اللي يجمعنا المليء بكافة ألوان الحيوية والإبداع، من واقع أن احنا شباب كويتي مبدع فينا نزعة وطنية قاعدة تحركنا وتحرك الشباب الكويتي انهم يرفعون اسم البلد هذا إلى أعلى المراتب. ايديكم والله تسلم ايديكم اهب يا عيال اهب يا عيال هالوقت الابداع الشبابي الكويتي ما يقتصر على الاغذيه او يقتصر، خلونا نقول على الملبوسات والامور هذه اللي قاعدين تشوفونها بكويتي وافتخر. معنا اختنا فاطمه الفلاح، خلونا نقول مؤلفه كتاب كامل عباره عن كوميك، زين قصه اسمها يوميات في حياه فطومه او يوميات من حياه فطومه، فكرتها ورسوماتها. يعطيك العافيه اختي فاطمه. الله يعافيك، حياكم الله. الله يحييك. لو نسولف اكثر عن يوميات من حياه فطومه، شنو الكتاب هذا او خلينا نقول شنو الكوميك هذا اللي انت قاعده تقدمينه حق الجمهور؟ اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هي اسمها فطومه بس مو انا، يعني انا قلت الاسم، يعني هذا يحبونه الكويتيين وايد، وكل ما مرت واحده تقول انا فطومه وتقعد، يعني فالاسم هذا وايد محبوب عند الكويتيين. الشغله الثانيه هذا كتيب يعني في كاريكاتيرات عن حياه اسره كويتيه والمواقف الطريفه اللي ممكن يعني تمر باي اسره، يعني من نكت يعني مقالب واشياء كذي، بس يعني بشكل محافظ انه يعني ما تمس الدين او العادات والتقاليد، وبنفس الوقت بنهايه كل فصل يكون في مثل نصائح عامه او تعقيب على يعني بعض المواقف اللي صارت وهالشكل. يعني خلينا نقول في رسائل بس ما انت ماخذتها بطريقه سرد حلوه كوميديه توصل معلومه خلينا نقول حق المتلقي. هذا اول كتاب فاطمه. عندي كان كتاب ثاني بس يعني في مجال الاقتصاد، يعني مجالي، بس يعني هذا اول شيء يعني من ناحيه الكاريكاتير والاشياء هذه. زين خلينا نقول الكتاب هذا ولقى اعجاب من الناس اللي مرت، وخاصه اسم فطومه الاسم الكويتي الجميل اللي نحبه هذا. مشاركتك انت كفاطمه الفلاح بكويتي وافتخر شنو تعني لك من خلال النصائح اللي قاعد تقدمينها لكن بطريقه سلسه ويدي؟ والله بصراحه يعني انا يعني وايد يهمني مرحله المراهقه مثلا والشباب وكذي، واشوف بانهم بسرعه يتقبلون اي معلومه او اي شيء يوصل لهم من الاعلام، فيعني كان ودي بانه يكون يعني في مثلا اعلام هادف او يعني شيء يعني هو ممتع وبنفس الوقت فيه قيمه، فعشان كذا يعني سويت الفكره. باذن الله راح يكون في موجود اعلام هادف، راح يكون هناك اعلام هادف دام فاطمه الفلاح وامثال فاطمه الفلاح موجودين. يعطيك العافيه فاطمه. يعافيك، حياكم الله، مشكورين. كويتي وافتخر أنا كويتي وافتخر عطاي مستمر أنا كويتي وافتخر كويتي وافتخر كويتي وافتخر طيب استمر. انا كويتي وافتخر. الابداع الشبابي الكويتي ما يقتصر على الامور الموجوده عندنا هني بالكويت او بمدينه الكويت. اخونا علي الاستاذ جاب لنا مشروع بروجكت جميل جدا من ايطاليا لكي تاون لدوله الكويت ومدينه الكويت بالتحديد. اخوي علي حياك الله معنا. الله يحييك حبيبي. ستيك هاوس مشروع جميل جدا، كلمني عنه. وستيك هاوس عباره عن منتج ايطالي ايس كريم مصنع من الفواكه الطبيعيه، خالي من السكر والالوان والمواد الحافظه، طبيعي 100%. يعني نقدر نقول هيلثي حق اللي بيسوون دايت، حق اللي يعتنون ان اكلهم خلينا نقول يكون صحي 100%. المنتج مالكم هيلثي 100%. نعم، فواكه والايس كريم كله طبيعي 100%. زين مشاركتك بكويتي وافتخر ايش تعني لك؟ المشاركه طبعا هذا الملتقى الخامس، انا شاركت من قبل، هذا ثاني ملتقى اشترك فيه. ملتقى كويتي وافتخر من احسن الملتقيات ومن احسن المعارض اللي تصير تقام بالكويت، فما شاء الله سمعه طيبه. وثاني شيء انه يكون دعايه
حق المنتج يعني. كل التوفيق اخوي علي، وعقبال ما نشوف الفرانشايز الجميل هذا مغطي القاره العربيه كلها. الله يسلمك، مشكور حبيبي اجمعين. كويتي وافتخر، أنا كويتي وافتخر، عطاي مستمر. أنا كويتي ويلا هالمشروع بعد حق كل الناس اللي يحبون المنتوجات الجلديه وغيرها من الامور، خاصه البنات اذا تحبين جنطه تميزين فيها او كلتش او حتى فايل يكون موجود عندك مو موجود عند احد غيرك، تعالي اي بي ديزاينز عند اختنا اسراء البلوشي. حياك الله معانا. الله يحييك. اسراء شغلك وايد حلو، ابيك تسولفين لي عن مشروعك. مشروعي هذا بديته من 2009. كوني قاعدة كنت أدرس عمارة فوايد أهتم بالتصميم، فحبيت شوي أسوي شيء غير، أدخل شوي بالفاشن. كوني من صغري هم أحب وايد شيء في فنتك، فدخلت بهالمشروع. بديت في وقت الدراسة وشوي شوي اتطور، والمنتج كله كويتي. انا ابيك تسولفين لي عن السالفه هذه، انه قبل لا نبلش اللقاء قلتي لي ان الماتيريالز الفابريكس الامور كلها اللي قاعد تستخدمينها 100% كويتيه، قولي لي. كل شيء موجود هني بالكويت، قاعد المنتج نفسه يتصنع بالكويت. الخامات اللي اخذها، الفابريكس، الماتيريالز، كل شيء موجود بالكويت. حتى الديزاينز نفسهم مستوحاتهم من البيئه الكويتيه. قواك الله ومن هالاعلى، وعقبال ما نشوف تبطلين اول بوتيك وثاني بوتيك وعاشر بوتيك. ان شاء الله يا رب. تسلم. كويتي وافتخر، كويتي وافتخر، عطاي مستمر، انا كويتي وافتخر. بيدك يلا نبني صفحة جديدة كلها لأجل الكويت. بيدك يلا ننظر نظرة بعيدة كلها لأجل الكويت. كويتي وافتخر، أنا كويتي وافتخر، عطاي مستمر. أنا كويتي وافتخر. يمكن البنات بهالحلقه كان لهم نصيب الاسد من خلال الامور المتعلقه بالفاشن والموضه. عايشه كتور حق اختنا عايشه الحليل راح تكلمنا اكثر عن المشروع الجميل اللي هي ماسكت. يعطيك العافيه اختي عايشه. الله يعافيك. لو تكلمينا خلينا نقول عن مشروعك. قاعد نشوف شغلات وايد، يمكن شغلات انا اعرفها كريال بالفاشن وشغلات ما اعرفها، فابيك انت تشرحين حق الساده المشاهدين مشروعك هذا. أول شيء إن أنا أحب الرسم، وبدايتي كانت إن فيني ربو، فمحتاجة أستعمل مواد ما تأثر علي، فسويت مواد وتركيبات ما تأثر على الجهاز التنفسي، ما تروح بالماء، وسويتها تركيبة وسجلتها بوزارة التجارة كبراءة اختراع. ما شاء الله. وهي ماركة كويتية الحين. يكون رسم على الملافع، اي ديزاين الوحده تبيه، اي شغله تبيها اقدر اسوي لها اياه، اي لون، حتى لو شغلات معينه ببدلتها تبي نفس اللون بالضبط، في خلطات هني اقدر اسوي لها. وفي محل عندي في بيت كاريزما جبال الاميري، وهذه كفكره عامه عن المشروع. الفكره وايد حلوه خاصه حق اللي يحبون التميز. زين مشاركتك بكويتي وافتخر شنو تعني لك عايشه؟ تعني لي دعاية إعلامية حيل كبيرة. أنا داشتها كإعلام، يعني دعاية لي حق مشروعي. وبعدين هم يعني اختيارهم لي خلاني أفتخر بنفسي وأفتخر بمشروعي، لأنه ما يختارون أي أحد. واحنا نفتخر فيك لان كلنا كويتيين ونفتخر. يعطيك العافيه عايشه. قصر، حياكم الله. كويتي وافتخر، أنا كويتي وافتخر، عطاي مستمر. أنا كويتي وافتخر، كويتي وافتخر، كويتي وافتخر، عطاي مستمر، انا كويتي وافتخر. وافتخر. خلونا نتحكى عن احد البوثات المميزه اللي موجوده ببراود تو بي كويتي او كويتي وافتخر. كل البوثات حلوه بس فورتشن كوكي غير، واريج الخرافي مشروعها تماما غير عن باقي المشاريع. اختي اريج يعطيك العافيه. شكور وما قصرتي عافيك. كلمينا عن فورتشن كوكي. فورتشن كوكي هو محل مالتي براند ستور يتخصص بالملابس النسائيه والاكسسوارات، ولكن دائما نحاول نقدم شيء مختلف، شيء جديد، فكره جديده، برودكت جديد. هذا دائما اللي احنا نطمح له بيسكلي.
للأمانة أنا قاعد أشوف تفاعل البنات والشباب، كون يعني خلونا نقول فورتشن كوكي مو قصر، خلونا نقول بس على البنات، مو قصر على الشباب، مثل ما قالت اختي أريج مالتي براند، ويقدمون جميع الأمور المتعلقة بالفاشن. زين، مشاركتك بكويتي وافتخر شنو تعني لك؟ كويتي وافتخر كمعرض يساعدك انك تتفاعل مع الجماهير بشكل مباشر، يجون من جميع الاعمار، من جميع مناطق الكويت، تشوفهم تتفاعل معاهم، تشوف ردة افعالهم، وتشوف الاذر بزنسز معاك، فبشكل كبير يساعد الاونرز. يعني احنا ندري ان عندك محل باولمبيا، بنشوف انذر بوتيك قريب؟ هوبفلي ان شاء الله. هذا يعني كل محل يطمح انه يكون عنده اذر برانشز، يعني ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. كل التوفيق اختي اريج، ومن هالاعلى باذن الله. مشكور وما قصر. كويتي وافتخر، أنا كويتي وافتخر، عطاي مستمر، أنا كويتي وافتخر، كويتي وافتخر. لا قلنا مشروع كويتي، هذا مشروع كويتي بحت 100%، لانه يتعلق بالزي التقليدي، او خلونا نقول اللبس التقليدي الكويتي، اللي هي الدشداشه. برفع التلفون دشداشتك خالصه، شلون؟ هذا اللي راح نعرفه من اخونا عبد الله العريان. حياك الله معنا عبد الله. الله يحييك ويعطيكم العافيه على هالمقابله. الله يعافيك. دشداشه اكسبرس، رفع التلفون والدشداشه خالصه، شلون؟ طول العمر، بس ما عليك الا انت تتصل على معارض دشداشه اكسبرس، يجيك خياطنا برسم الخدمه ويجيب المساطر وياه، تنقي انت من المساطر الخامات اللي تيوز لك، وياخذ قاسك ويفصل لك دشداشه ويجيب لك اياها. زين، الدشداشه ايش كثر تاخذ لها؟ مثلا بالموسم العادي؟ بالموسم العادي ممكن تاخذ لها 3 ايام الى 5 ايام ممكن. موسم الاعياد؟ موسم الاعياد لا، هني ما نقدر نتكلم فيها 7 ايام 10 ايام، تطول شوي، تدري انت الاعياد وزحمتها. بس يعني خلينا نقول الخدمه اللي انتم تقدمونها ان الخياط يوصل لعندك لباب البيت، ياخذ مقاساتك، يفصل لك الدشداشه ويرد يوصلها عندك. كله انت قاعد ببيتك ولا تروح مكان. شغل عدل هذا. انت قاعد بمكانك مرتاح وتبي تدفع كينت، تقدر تدفع كينت، موفرين عليك الزحمه، موفرين عليك الوقت اللي انت بتضيعه خلال روحتك وردتك للخياط نفسه، فاحنا الامور كلها مثل ما تقول حطيناها بعين الاعتبار. زين، تفاعل المجتمع الكويتي مع مشروعك؟ والله يعني الكويت بشكل عام الحين صاروا يحبون يشوفون الشغلات الجديده، فالحمد لله لقينا صدى واقبال من يعني من اطياف المجتمع، الحمد لله قاموا يدقون يعني، وقاموا يحسون ان لا فعلا ان هالخدمه هذه جديده وخلينا نجربها، فعلا جربوها واستانسوا عليها. من هلا ان شاء الله اخوي عبد الله، وكل التوفيق لك ان شاء الله. مشكور وما قصرت، يعطيك الف عافيه. الله يسلمك حبيب قلبي. الله يحييك ان شاء الله، مشكورين. كويتي وافتخر، انا كويتي وافتخر. بيدك يلا نبدي صفحة جديدة. ومن خلال الجولة في أروقة معرض كويتي وافتخر الملتقى الخامس واصل عطائك واستمر، كانت لنا وقفة مع الإعلامي الجميل الأستاذ زاهي وهبي. حياك الله معنا. مساء الخير ويعطيكم ألف عافية. مساء الورد. أستاذ زاهي، كونك إعلامي ولك باع طويل في هذا المجال، نبي منك، طبعا السؤال راح يكون مغاير عن الكل، نبي منك كيف نوظف الإعلام سواء كان مرئي أو مسموع لخدمة هذه المشاريع الوطنية اللي تنمي الإبداع وغيره عند خلينا نقول الشباب. أنا بتصور على الإعلام واجب أنه يدعم هالمبادرات هاي، خصوصا اللي لها علاقة بالشباب واللي بتدعم الشباب، فبالتالي لما يكون في مبادرة سواء من جهات حكومية أو من جهات خاصة مثل ما هو حال هالمعرض هيدا، لدعم مبادرات فردية، لدعم مشاريع فردية، لتطوير هالمشاريع، لتحويلها من مشاريع بيتية صغيرة محلية ضيقة إلى مشاريع منتجة وتجارية، بفترض انه هذا شيء ايجابي جدا، وابسط شيء انه الاعلام يدعمه من خلال يمكن استضافه هالشباب، من خلال تغطيه المعارض، المناسبات اللي من هالنوع، الذهاب لعند اصحاب المشاريع، الحوار، الحديث معهم، كيف ابتدوا، كيف طلعت الفكره، الى اخره. شاكرين لك هذه الكلمات الجميله والرائعه استاذ زاهي. شكرا، واجبنا. وصلنا معاكم إلى نهاية وختام رسالتنا اليومية من واصل عطائك واستمر لأنك كويتي وافتخر، الملتقى الخامس من كويتي وافتخر. نهاية رسالتنا اليوم راح نقعد بلندن ليمو، راح ياخذنا من أرض المعارض الدولية بمشرف يودينا ما أدري وين، بس راح يجيبنا باكر بكويتي وافتخر، نلتقي معاكم برسالة جديدة. أنا كويتي وافتخر. ايدي بيدك يلا نبدي صفحة جديدة، كلها لأجل الكويت. ايدي بيدك يلا ننظر نظرة بعيدة، كلها لأجل الكويت. ايدي بيدك يلا نبدي صفحة جديدة، كلها لأجل الكويت. ايدي بيدك يلا
أنا كويتي وافتخر. بيدك يلا